السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام دائما بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. النهاردة أو أمس الأستاذ المحترم أحمد موسى بيتكلم عن الدولار في مصر، بيقول لك الدولار وصل ل 42 جنيه مصري. طيب كويس، في السوق السوداء أو السوق الموازي على كلامه الرجل الطيب. طيب ليه وصل كده؟ ليه؟ مين السبب ومين السبب الرئيسي في البلد في الوصول الدولار للمرحلة دي؟ اوعى تقول لي تجار السوق السودي، لا لا يا حبيبي، ده الحكومة اللي مش قادرة تسيطر على الدولار ولا الأسعار في البلد. انت بتتكلم على سعر الدولار النهاردة مثلا، ايوه مليه كام يوم ان الدولار نايم بره في السوق السوداء محدش واخده، تمام. طيب انت بس اللي باصص للمرحله دي، بس الدولار بيتباع بكام بره؟ ب 40 ب 30 ب 35. طيب ما تبص لمصلحه البلد، بص ازاي العيشه بقت في مصر، وبص يعني اي حد تروح تكلم واحد بتاع ضمادم يقول لك الدولار بكده، بتاع فجل وجرجير الدولار بكده. يا عم ارحمونا بس، ارحمونا يعني. ويقول لك تحويلات المصريين اللي في الخارج قلت. قلت ليه؟ هو انا لما راجل انا متغرب وبعمل لي مثلا 1000 ريال ولا 1500 ريال، على حاجات حالي انا مش عامل السلاح بغيري، مثلا بلقى لي فيهم 1000 زياده عن البنك. لما هو ال1000 رايح في المصاريف الزياده اللي حطها البلد، يعني اني ما بيعيش ليا بره باعلي. الحكومه يعني عامله للمتغربين اياه، او للناس اللي في الخارجيه، ايه عملتوا لهم زين؟ السيارات دايما حاطين العقده في المنشار فيه، بتدفعونا تامين، بتدفعونا جواز لما يروح يغير الواحد ياخذ ليه قدامه كم سنه عايز يغير مهنه ولا حاجه، بمبلغ وقدره 1000 جنيه. ايه يا عم حرام عليكم تقول لا. وبعدين يقول لك لا لا، الناس اللي في الخارج تحويلاتها قلت، بتحول بره في مافيا مستولية عليهم. مافيا ايه؟ هو انا لما القى واحد مثلا بيقول لي يا عم هات ال1000 ريال بتاعك ده وهتاخده في مصر مثلا ب2000، اتفضل يا حبيبي، ده انا اديهوله عليه بوستين. ليه يعني؟ مش انا اللي مستفاد؟ وهي الدولة هتنفعني فيها؟ حولنا بالدولار من ساعة ما احنا في الخارج واحنا شغالين نحول بالدولار. ايه الدولة عملت لنا يعني؟ ايه الحكومة عملت لنا؟ بالعكس، تروح لك بشاشة يقول لك ده جمارك في المطار يا باشا، ربنا كرمك وترفهت فيها جبت لك جهاز ايفون، لا ده عليه جمارك. مروح بحاجه مثلا لعيالك، لاي حد هديه مثلا، اللي خاتم ذهب مش عارف، حاجه الحلق لبنتك، اي حاجه بس، لا لا ده عليه جمارك. كل حاجه عليها جمارك. ليه؟ انت مالك انت جمارك ليه؟ انت بتقول كلمه جمارك؟ يا اخي انا راجل متغرب لازم ادخل في بيتي افرح عيالي باي حاجه. بقى كده تروح تقول لي المتغربين، الناس المغتربه، الناس اللي بره في الخارج تحولاتها قلت؟ ما تقل ياكش تبقى 0%. اقسم بالله كش تبقى 0%. وخير الكلام ما قل ودل. بلاش تدعوا على الناس الشقياني، تقول لا وتعال شوف الجو احنا شغالين فيه ازاي، اقسم بالله في بره، وازاي الناس بتجيب الفلوس عشان توكل ناسها وعيالها. فبلاش تدعوا على الناس عشان هتتحاسب حساب الملكين، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بلاش بلاش تدعوا على الناس اكتر من كده. حكومة حكومة قسما بالله ما تنفع، والله حكومة ما تنفع ولا قادرة تسيطر على بلد. في حياتنا ما شفنا كده. حكومة مش قادرة تسيطر على بلد، في أسعار، في مواد، في كل شيء. حكومة خايبة في كل حاجة، في وزراء خايبين. اللي يحصل يحصل عادي ولا في دماغه، طالما هو الوزير بياخد 100 ولا 200 ألف في شهر في جيبه ومن جد وجعت خلاص يسيب، ولا في دماغه عادي. احنا من نشغل ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد سبب في رفع جنيه على الشعب المصري وعن اي حد. لا تنسونا في دعمكم للقناة واشتراككم في القناة. في امان الله وحفظه.